انتقد رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم كاريا واليس تصريحات مدرب منتخب بلده الجزائري عادل عمروش، والتي اتهم فيها الجامعة الملكية لكرة القدم بالتحكم في الكونفدرالية الإفريقية. وقال واليس في تصريحات صحفية إن تصريحات عمروش لا تمثل تنزانيا ولا تعبر إلا عن نفسه، والاتحاد المحلي لكرة القدم يحترم الجهود التي يبذلها المغرب لتطوير الكرة الإفريقية. وأوضح المتحدث نفسه أنه لا يؤيد ما قاله عمروش، وأن الاتحاد التنزاني تربطه علاقات جيدة بجامعة الكرة بالمغرب، وتصريحات المدرب الجزائري لا علاقة لها بتصور جامعته الكروية. وكان عمروش قد استفز المغرب بتصريحات ادعى فيها الجامعة الملكية للكرة القدم بالتحكم في دهاليز الكرة الإفريقية، باختيار مواعيد المباريات وحكامها.